وقف سكرول وتعالى اقول لك ازاي تاخد اقامه في اوروبا. انا دكتور ايميجريشن، خبره اكتر من 10 سنين في الاقامه والاستثمار والهجره الى اوروبا. نصيحه من اهم النصائح اللي انا بقولها لاي حد بيفكر للهجره الى اوروبا: اياك تسمع نصائح الناس الغير محفزه اللي دايما يقول لك هتيجي هنا تعمل ايه؟ اصل هنا الحياه غاليه، اصل هنا ما فيش شغل، اصل هنا ما فيش سكن. لو هو كل دوت موجود، هو ذات نفسه موجود ليه لسه في اوروبا؟ دايما خلي حواليك ناس ايجابيين، دايما خلي قرار الاقامه والهجره جواك، لان انت لما تشيره مع ناس كتير، في ناس كتير نفسها تعمل كده بس مش قادره، في ناس كتير نفسها تعمل كده بس عندها احباط داخلي، عندها دي موتيفيشن، فهو كمان هينقل لك الشعور ده، لان هو مش متخيل ان في حد ممكن يعمل اللي هو مش قادر يعمله. فحاول تبعد عن الناس المحبطه، تبعد عن الناس اللي بيقول لك ما ينفعش، اللي يقول لك ما فيش شغل، اللي يقول لك ما فيش سكن، اللي يقول لك ما فيش جنسيه، ولكن هو عايش بقاله 10 سنين في البلد. فابعد عنهم، حاوط نفسك بالناس الايجابيين، وده اول قرار تاخده لو انت حابب تقيم وتهاجر لاوروبا. دكتور ايميجريشن، ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب عشان تفيد كل اصحابك.